طريقة عمل الحواوشي على أصوله. لتحضير الحواوشي المصري في البيت نبدأ بتحضير الحشوة أولاً، حيث نضع نصف كيلو من اللحم المفروم في وعاء عميق، ثم نضيف إليه بصلة كبيرة مفرومة ناعم، وفصين من الثوم المهروس، مع حبة فلفل أخضر مفرومة ناعم، وقرن فلفل حار إن رغبت، بالإضافة إلى حبة طماطم صغيرة مفرومة تصفى من السوائل. ثم نتبل المزيج بملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من بهارات الحواوشي أو بهارات اللحمة، نصف ملعقة صغيرة من البابريكا، ورشة من القرفة أو جوزة الطيب حسب الذوق. يمكن أيضا إضافة القليل من الكمون والشطة. نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس ويترك الخليط جانبا. نأخذ أرغفة من الخبز البلدي المصري، ويفضل أن تكون طازجة وطرية. نفتح كل رغيف من الجوانب بحذر، ثم نحشو كل رغيف بطبقة من خليط اللحم، ويفرد بالتساوي داخل الرغيف. بعد الحشو نضغط الرغيف قليلا، ثم ندهنه من الخارج بقليل من الزيت أو الزبدة، ويمكن لفه بورق فويل في حال الشوي في الفرن. نرتب الأرغفة في صينية وندخلها فرنا محمى مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية، ونتركها لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى ينضج اللحم تماما ويصبح الخبز مقرمشا من الخارج. ويمكن تحمير الوجه لبضع دقائق إضافية في نهاية الخبز. يقدم الحواوشي ساخنا إلى جانب الطحينة أو السلطة الخضراء والبطاطس المقلية.